قلوبهم غلف، جمع أغلف، وهو ما يكون في غلاف فلا ينفذ إليه الحق أبدا. خلي بين الحق وقلبك حتى يرحمك الله، خلي بين الحق وقلبك، ولا تعرض الأمر على هواك، وإنما اعرض الأمر على كتاب الله وسنة رسول الله. لأن مما يصرفك عن الحق أن تعتقد وأنت مبطل أنك على الحق، وهذا من أعظم الصوارف عن الحق، أن يعتقد المبطل أنه على الحق، يكون مبطلا لا حق عنده، وهو معتقد في قرارة نفسه أنه أحق بالحق وهو به حقيق، ولا حق عنده في حقيقة الأمر، وإنما هو الباطل كله، وهو من أبطل المبطلين. فلنتأمل في هذا المعنى، فإنه عزيز، به سعادتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة، لأنه إنما صرف من صرف عن السعادة في الدارين اتباعهم لأهوائهم وقيامهم على باطلهم وردهم الحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يرد الحق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن ذلك إنما هو بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال ليس ذاك، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر الذي لا يدخل الله تبارك وتعالى الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه. من بطر الحق أي دفعه استصغارا لشأن من أتى به، أو لصارف يصرفه عن الحق يتكبر عليه ويرده، وهو الحق الحقيق بالاتباع، ودونه هو الباطل الجدير بالاجتناب، ولكن يصرفه عن ذلك حقد في قلبه أو حسد في نفسه أو اعتقاد أنه محق وهو مبطل إلى غير ذلك من تلك القواطع دون الحق. حرم الله الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق، دفعه ورده على من أتى به استصغارا لشأنه أو استقلالا لأمره أو نظرا إلى صغر سنه إلى غير ذلك من تلك الأمور الصارفة. وغمطه غمطه، وازدراء الناس احتقارهم، والنظر إليهم بمؤخر العين احتقارا واستهجانا. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير.